الحمد لله رب العالمين. الحمد لله منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. الحمد لله معز المؤمنين ومذل الكافرين والمشركين وقاهر الطغاة والمجرمين. الحمد لله على آلائه وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فهو قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وهادينا ومرشدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. نشهد بأنك يا حبيبنا يا محمد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم والظلمات، وجاهدت بالله وفي الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين من ربك جل في علاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أوصيكم إخواني بتقوى الله، أحثكم على طاعته، أنهاكم وأحذركم وأحذر نفسي مخالفة أمر الله، وأحذركم وبال عصيانه. أما بعد، إخواني، في مجال هنا من يجد فسحة لإخوانكم على الباب، بارك الله بكم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمة كما ذكرت سالفا تمر بمواقف عصيبة وبمحن جليلة وبفتن تموج كموج البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، فهل من مخرج وهل من خلاص؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمة العظيمة، إن أمة الإسلام هي تاريخ وواقع ومستقبل، فإذا أحزننا واقعنا فلا بد إلا وأن نستفيد من تجارب تاريخنا حتى نصنع مستقبلا عظيما زاهرا. اليوم أريد أن أقف معكم مع حدث تاريخي نستنبط منه الدروس ونستضيء منه النور، حتى ينير لنا هذا النور الطريق في حالك الظلمات في هذا الواقع المرير المظلم. فتجد إذا ما ربطنا واقعنا بتاريخنا أصبحنا على بينة من ربنا، وما تاه فينا ضال وما حار فينا حائر. موقف تاريخي، بل غزوة عظيمة من غزوات الإسلام. وأنا تكلمت في الجمعة الماضية عن دروس من غزوة أحد التي كانت في العام الثالث من الهجرة في شهر شوال. اليوم أريد أن آخذ دروسا وأضعها بين يدي وأيديكم من غزوة عظيمة كانت كذلك في شوال في العام الخامس من الهجرة، ألا وهي غزوة الخندق. هذه الغزوة تشبه حالنا اليوم،
تختلف الوجوه، تختلف الأسماء، تختلف فقط الوجوه، ويتفق واقعنا مع تلك الغزوة بالأحداث والأوضاع. غزوة الخندق غزوة عظيمة، ولعظمها سماها الله وأنزل سورة في القرآن باسمها سماها غزوة الأحزاب. ومن اسمها يتضح أن هنالك تحزبا وأن هنالك خندقا. أما التحزب عندما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، طائفة يهودية كانت تسكن المدينة، أجلاهم، فلما أن أجلاهم إلى خيبر حقد اليهود كعادتهم وغدرهم، حقدوا حقدا دفينا، فبدأوا يجمعون ويحزبون الناس على قتال المسلمين. ووجدوا آذانا صاغية في القبائل العربية، في قريش وغطفان وكنانة وفزارة وسليم، فحشدوا الحشود وجمعوا الجموع. ما أشبه تلك الحادثة بما يفعله أعداؤنا اليوم. عندما أذكر حادثة من التاريخ أنا متأكد أننا جميعا نستحضر كيف يتحزب العالم المظلم المشرك، يتحزب على القلة القليلة المسلمين على أرض الشام وغيرها. وتجمع من الأحزاب 10,000 مقاتل، وكذب اليهود وغدروا عندما سألتهم قريش أديننا خير أم دين محمد؟ فكذبوا بهتانا عظيما وقالوا بل عبادة الأصنام خير من الإسلام. ونزل فيهم قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليوم أيها الإخوة المؤمنون، عندما نجد أن النصارى في كل العالم يتحزبون مع اليهود، يتحزبون مع قتلة الشعوب، ما من عداوة هي أعظم ما بين اليهود وبين النصارى. كيف يجتمعون اليوم علينا؟ كيف يجتمعون على حربنا وعلى إبادتنا؟ لماذا تدرون لماذا؟ لأنهم يشعرون بخطر الإسلام عليهم، فكان لزاما عليهم أن ينسوا خلافاتهم الدينية وأن يتجمع اليهود والنصارى في خندق واحد، لأن الإسلام إذا قام فإنه لا يبقي ولا يذر منهم شيئا. هم يدرسون التاريخ، هم يعلمون كثيرا، يدرسون التاريخ ويضعون الخطط لسنوات طويلة. أما نحن فغالبنا يفكر تفكيرا بسيطا سطحيا وينظر أمامه وبين قدميه. اجتمع 10,000 مقاتل على المدينة المنورة. هؤلاء 10,000 بالقوة العسكرية قادرون أن يبيدوا المدينة في ليلة واحدة. ماذا يفعل رسول الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جمع أصحابه وهو يعلمنا ويدرسنا ويعظنا ويعلمنا أن يد الله مع الجماعة وأن الشورى فيها كل الخير. فاستشار أصحابه فأشار إليه رجل ليس له عشيرة ولا قبيلة ولا عزوة ولا قيادة ولا ريادة، إنما عنده قلب ينبض بالإيمان. جاء عبدا يباع من أرض فارس ليسلم في المدينة المنورة لينسبه رسول الله إليه فيقول: سلمان منا آل البيت. من الذي يشير على رسول الله؟ ليس أبا بكر، ليس أبو بكر هو الذي أشار، ولا عمر ولا عثمان ولا سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ، إنما سلمان الفارسي. هذا الإسلام الذي يرفع أتباعه. سلمان أشار على رسول الله بحفر الخندق. العرب لا تعرف حرب الخنادق،
واستصوب رسول الله هذا الرأي وأمرهم بأن يحفروا 3000 متر طولا ب9 أمتار عرضا بعمق 5 أمتار وسطيا لهذا العمل الكبير، هذا العمل الجبار الذي يحتاج جهود الجميع. وفعلا استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعلمنا رسول الله كيف تكون القيادة. القيادة عندما يشارك القائد أتباعه بالمغنم والمغرم. فرسول الله حفر بيده الشريفة وحمل التراب على كتفه. يقول البراء بن مالك قال: ما كنا نرى شعر صدر رسول الله وكان كثير الشعر من كثرة التراب. الصحابة يقولون يرتجزون بكل فرح: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز قول عبد الله بن رواحة قائلا: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. هذا هو القائد العظيم الذي شارك أتباعه بحفر الخندق. ومن هنا نعلم كيف أكلت كتفنا أيها الإخوة عندما كان يقودنا قادة من خارج الحدود من الفنادق يقررون مصير دماء شهدائنا، يقررون مصير المصابين من جرحانا، يقررون مصير ديارنا من أين نهجر وإلى أين نبعث، في مؤتمرات فاشلة جلبت على الأمة الويل والثبار والثبور، وخصوصا على المسلمين على أرض الشام في ثورتهم ضد طاغية الشام بشار الأسد. هؤلاء القادة الذين ما عرفوا إلا المؤتمرات في سوتشي وأستانا بأرقامها المختلفة وبقذاراتها المتعددة. والله الدول التي ترعى تلك المؤتمرات شعوبهم يعيشون أفضل العيش، حدودهم محمية، حقوق شعوبهم تصلهم بالليل والنهار، وهم استخدموا بعض القادة السياسيين والعسكريين ليحولوا مسار هذه الثورة من ثورة ضد الظلم والطغيان إلى معارضة سياسية، إلى تبادل سياسي. انظروا كيف تلعب قذارة السياسة في حقوق الشعوب ومصيرها أيها الإخوة المؤمنون. والله لو كان قادتنا يقفون معنا في الخندق ويعيشون كما نعيش ويأكلون كما نأكل، يدرسون أبنائهم في مدارسنا المهلهلة، يعيشون بأقل ما يعيش الفقراء في الدول النامية الفقيرة. أما إذا كان القائد يملك عقارات في الدول المجاورة، أبناؤه يدرسون في مدارس خاصة ومدرسين خصوصيين، عنده الجنسية، عنده الإقامة. إذا اشتعل أوار الحرب فسرعان ما يسارع للهروب خارج الحدود. هذا ليس بقائد. القائد هو الذي يصنع لإخوانه بيده. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب الحجر ويحفر الخندق ويحمل التراب على كتفيه ليعلم القادة كيف يكون الشرف، كيف يكون الإباء، كيف يكون العلو. تم حفر الخندق مع شدة الضيق والحصار الاقتصادي. هنا أيها الإخوة أريد أن أسلط الضوء على الدرس الأخير من هذه الدروس العظيمة من غزوة الخندق، هو درس الحصار. الحصار الاقتصادي، الخوف، الرعب، الجوع، هذا شيء لا يحسنه إلا العظماء الأتقياء أصحاب القلوب السليمة والأيدي البيض. الأحزاب يحاولون اقتحام المدينة ففوجئوا بخندق لا تستطيع خيولهم أن تقتحم هذا.
في هذا الوقت اليهود من خلف رسول الله غدروا، يهود بني قريظة، ونقضوا العهد والميثاق. إذن أصبح المسلمون بين عدو من خارجهم وعدو من خلفهم، والأعظم من ذلك أيها الإخوة المؤمنون العدو الذي بين أيديهم، ألا وهم المنافقون الذين اشرأبت أعناقهم في الفتن، الرماديون الذين يفضلون العيش تحت الظلم والطغيان على الكرامة والعزة والإباء، المنافقون الذين كانوا في المدينة المنورة أيها الإخوة، الذين وصفهم الله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصفوا وعد رسول الله بالفتوحات بأنه هو الغرور، وبدأوا يضعون الفتنة خلال المسلمين، يصنعون الأراجيف. اليوم وأنا أتكلم عن هذه الكلمات كثير ما نسمع من الناس يقولون: كنا عايشين تحت حكم رجل باطني اتخذ من الإسلام ستارا من أجل أن يصل إلى السلطة، وهو لو كشف هذا الستار ما أحد فعل شيئا. ربما يقول قائل: اليوم عندنا من الظلم الكثير. نعم أيها الإخوة، كل ظالم هو شريك للأسد في ظلمه، شريك لذلك الطاغية في فجوره على هذا الشعب العظيم. الرمادية التي صنعت النفاق في قلوب الكثير ممن هو يعيش بيننا. أيها الإخوة، الحق لا يتعدد، وإن تعددت مشارب الباطل الحق واحد، الحق لا يتعدد أيها الإخوة المؤمنون. عدو من أمامهم ويهود غدروا من خلفهم ومنافقون يضعون الأراجيف فيما بينهم. كيف يكون ذلك أيها الإخوة؟ هذا يذكرنا بالحصارات التي مرت على أجزاء من سوريا عندما حاصر الأسد كثير من المناطق في الغوطة وريف حمص ودرعا وغيرها من المناطق التي حوصرت، فجوع الناس وزرع في قلوبهم الخوف والرعب، فثبت من ثبت وزل من زل. ذهب الحصار وبقي ما كتب الله لنا من الأجر والثبات على دين الله. هنا أيها الإخوة يأتي قول الله سبحانه وتعالى ليصف هذا المشهد العظيم من حصار المسلمين في المدينة المنورة، فيقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال هو ليس زلزالا أرضيا، إنما هو زلزال إيماني ليمحص عن قلوب المؤمنين. بالزلزال يظهر المؤمن من المنافق، يظهر المخلص من غيره. هذا بعض دروس هذه الغزوة العظيمة، ولنا وقفات في الجمعة القادمة إن شاء الله مع بعض دروس غزوة الخندق. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين التائبين. أستغفر الله.